عليكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. ان شاء الله هنعمل النهارده وصفه جديده على القناه عندي، انا ما عملتهاش قبل كده. هي طبعا الناس كلها عارفاها، العدس. هنعمل عدس بالشعريه، عدس اصفر، اللي هي شوربه العدس يعني. بس انا بحط لها شويه شعريه بحيث ان هي ايه، تدي يعني تقل بسيط كده هو، لكن بتبقى هي اساسا شوربه. اقول لكم المكونات وطبعا كلكم عارفينها، بس كل واحد بيعملها بطريقته. تمام. انا معايا عدس نص كيلو، مش هعمله كله طبعا. ومعايا شعريه. وطبعا الوصفه الاساسيه معانا الزيت، في ناس كتير قوي بيعملوه بالزبده او بالسمنه، انا بعمله بالزيت. ومعايا بتاع دي بطاطس وجزر وتوم، راس توم وبصلايه وطماطم. الطريقه بتاعتي جايز تكون مختلفه شويه، بس دي طريقه امي، هي بتعمله بالطريقه ديت وانا اتعودت ان انا اعمله كده اهوت. العدس ليه طريقتين، يعني ليه وصفتين. وصفه اللي هي الشوربه، اللي هو عدس اللي هو الشوربه بالشعريه الخفيفه، وعدس غموز اللي هو بتغمزيه بالعيش بيبقى بالشعريه وتقيل جدا. اللي احنا هنعمله معانا النهارده اللي هو عدس شوربه بالشعريه. تمام. التوابل بتاعت طبعا بنحط كمون وبنحط ملح وبنحط شطة، وبحط معاه مكعبين ماجي. ده اساسي، لازم لازم ان انا احط في شوربة العدس مكعبين ماجي. يلا بقى ايه نشوف البتاع دوت الطريقة. معايا حلة على النار فيها مية، غسلت العدس اهو، نفضيه بقى. وقطعت الخضار زي ما انتم شايفينه كده مكعبات، وراس الثوم كلها اهي. بسم الله كده. طبعا المكونات كلها تغلي مع بعضيها، ونرجع بقى ايه نشوف هنعمل ايه. يا حبايب قلبي بصوا، هو كده خلص اهو معايا. بصوا، هنبتدي بقى ايه نضربه في الخلاط وارجع لكم. بصوا بقى يا حبايب قلبي اهو، كده حطيته في الخلاط. هنحط الملح، طبعا انا مش هكتر عشان انا هحط ايه مكعبين ماجي. هتطحنيهم، هتحطيهم هنا ايوه عشان خاطر ايه يتضربوا مع يتطحنوا مع الخليط. وهحط شطه، ونحط كمون. طبعا انت تكتري في الكمون لان بيديله طعم حلو. واضربهم كده، تطحن معايا يا حبايبي. مش عارفه شايفين ولا لا، اهو بيبقى كده. طبعا هو كده تقيل، انا هزوده ميه بقى على اساس يبقى ايه يديني الخفيه اللي انا عايزاها. خليكم معايا، هخلص الكميه كلها وارجع لكم. حبايب قلبي معايا بصلايه على النار، قطعتها قطع صغيره كده زي ما انتم شايفين. وهنبتدي بقى ايه تصفر، واقول لكم هنعمل ايه. ومعايا طاسه على النار، هنحط فيها شويه شعريه عشان يتحمروا. شويه شعريه حلوين كده اهوت، مش هكتر شعريه جامد عشان انا مش عايزاه غموز، انا عايزاه شوربه. ماشي. وادي البصله بتبتدي اهي هتتشوح، وارجع لكم. ادي الشعريه ابتدت اهي خلاص هتصفر، وهطفي عليها. وادي البصله احمرت معايا. معايا قطع توم، فصين توم مقطعاهم كده. طريقه العدس دي بتاعت ماما، هي اللي علمتنا يتعمل ازاي كده يعني، وبيبقى خفيف وحلو يا جماعه. اصفرت كده البصله. بسم الله، نحط العدس.
نجيب باقي الكميه، نديله تقليبه الاول كده. بصوا يا جماعه تقيل ازاي، ده هنخففه دلوقتي عشان طبعا الشعريه كمان بتبقى ايه بتقله. بصوا حبايبي اهو حطيته اهو، وبصوا خففته ازاي كده، ده كده اهو. وهيتقل معايا تاني لما احط الشعريه، بس هو ده التقل ده كده بيبقى جميل قوي. فانا عايزاه يبقى اتقل من كده سنه بسيطه، فعامله حساب الشعريه والملح بتاعه مظبوط والشطه والكمون وحاجه كده ايه لوز اللوز. يلا يغلي شويه وابتدي احط الشعريه. بصوا حبايبي ابتدى يغلي اهو. هبتدي بقى اسقط ايه الشعريه. بسم الله الرحمن الرحيم. بص التقل بتاعه ده كده، هو ده الشوربه. هيتقل بقى لما تحط معاه الشعريه، هيديله تقل شويه. بصوا يا حبايبي اهو بقى جميل قوي، وده التقل اللي انا عايزاه. لازم يا جماعه تقلبوا اول باول كده عشان الشعريه ما تلزقش تحت. وادي الشعريه ما بتبقاش ظاهره قوي لان انا حطاها مش كتير، لان هو شوربه في الاول في الاخر. تمام. يلا بقى نحضر طبقنا. ودي وجبتنا النهارده، العدس، شوربه العدس اللي هي بالشعريه الجميله جدا، اكله المصريين العظماء الجامدين جدا، اكله طحن مع العيش الشامي المقرمش، ومع مجموعه المخللات والليمون طبعا واللازم منه، وطبعا في شطه والكلام ده. يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وتدوسوا اشتراك وتدعوا لي دعوه حلوه كده، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا حبايب قلبي قولوا لي انتوا بتتابعوني من انهي بلد عشان خاطر انبسط بيكم. سلام عليكم.